راح تسمعوا أغرب قصة حب في التاريخ اللي هي قصة حب ميسي مع زوجته أنتونيلا. يا جماعة هاي قصة الحب إلها أكثر من 30 سنة. يعني ميسي تقريبا عمره 37 سنة وبحبها إله 30 سنة من هم صغار، يعني من عمره 7 سنين تعرف على زوجته. كانوا يلعبوا بالحارة ويلعبوا بالشارع، وكانت هي جارته وتحبه كثير كونه يعني طفل زيها، فكانوا يحبوا بعض أو مثل ما تحكوا يستلطفوا بعض. فبعد فترة ميسي لما كبر شوي صار عمره 15 سنة، صار يحس بشعور الإعجاب لإلها، فراح اعترف لها على طول. على طول هم عندهم بروحوا بيعترفوا، فراح اعترف لها بحبها. فراحت هي حكت له وأنا بحبك من عمر 15 سنة. فكان بلشوا يعني علاقة الحب من هو صغار. بعدين كبر ميسي وكبرت نجاحاته وصار من أقوى اللاعبين الموجودين في العالم. وكانت زوجته دائما تدعمه وتحفزه وتوقف معه بكل شيء. حتى مرة في قصة مشهورة جدا انها باعت من عندها ذهب كان قيمته عالية جدا عشان بس تشتري له الحذاء اللي هو بحبه عشان يلعب فيه. فكانت قصتهم يا جماعة قصة حب تاريخية وكثير ناس ما بتعرف عنها. فأتمنى يا جماعة الكل يعلق بالتعليقات بتحبوا كريستيانو أو ميسي أكثر، وكمان اشتركوا في قناتي. ما ضل ولا شيء، عملوا زر الاشتراك ومكرها بدهم طلع صوت. اشتركوا الآن يا جماعة، وإذا بتحضروني على الأصفر تابعوني على الأصفر، واكتبوا لي بالتعليقات بتحسوا قصة ميسي أحسن ولا قصة كريستيانو أحسن، هي قصة الحب تاعهم.